احنا اكيد عارفين شخصية دكتور فيت، واكيد طبعا عرفنا عنه تفاصيل كتيرة جدا، ولكن يا ترى نعرف ما مدى قوة دكتور فيت؟ خلينا في الفيديو ده مع بعض نشوف مدى قوة شخصية دكتور فيت من عالم دي سي، لان الراجل ده حرفيا وحش بمعنى الكلمة. واول حاجة هنقارن قوته بيها هي البطل اللي كل الابطال بيتقارنوا بيه لما يكون الموضوع عن القوة. اكيد عرفت، بنتكلم عن سوبرمان. دكتور فيت قدر يتفادى هجوم متزامن من سوبرمان ومارشن مان هانتر اللي يعتبر بنفس قوة سوبرمان او حتى اقوى منه في بعض النواحي. في الموقف ده الاتنين كانوا تحت سيطرة دارك سايد وبيهاجموا دكتور فيت، لكن بكل هدوء قال سامحوني على اللي هعمله دلوقتي يا اصدقائي، ولكن برضه واثق انكم هتشكروني بعدين. وبعدها تحرك بسرعة رهيبة وخلاهم يخبطوا في بعض، وبعد كده عمل تعويذة كسرت سيطرتهم العقلية. الموقف ده بيورينا قد ايه سرعته خرافية لدرجة انه تفادى اتنين من اقوى شخصيات دي سي في نفس اللحظة. ومش بس كده، دكتور فيت سبق واسقط نسخة شريرة من سوبرمان، والكوميكس نفسها قالت كده قبضة ساحر هي اللي تقدر تضرب سوبرمان بالشكل ده. ودكتور فيت بنفسه قال وهو بيديله لكمة عارف ان السحر نقطة ضعف عنده، فهدي ليه جرعة قوية منه. وفوق ده كله قدر يقف على رجله تاني بسرعة حتى بعد ما اتضرب ببوكس قوي. المهم بقى اللي جاي دلوقتي هو لما الحاجات بتبتدي تبقى مجنونة بجد، زي لما دكتور فيت استخدم سلاسله السحرية علشان خاطر يساعد سوبرمان في انه يشد القارات بتاعة الارض ويرجعها مرة تانية للمكان بتاعها الصحيح. واللي كان متسبب في حاجة زي كده هم الفضائيين. ايوه حرفيا بسبب الفضائيين القارات بدأت تندمج مع بعض، ففيت استدعى سلاسل سحرية قوية لدرجة انه قدر يربطها بالقارات نفسها، وسوبرمان استخدمها علشان خاطر يشد القارات ويثبتها في الاماكن بتاعتها الاصلية. واخر موقف ليه مع سوبرمان اللي هحكيه لكم النهاردة هو لما دكتور فيت قال لسوبرمان انه يقدر يخليه محصن ضد تأثير السحر. ايوه بالظبط كده، خوذة قوية للدرجة دي، لدرجة انه يقدر يشيل نقاط الضعف حتى من اقوى الكائنات في الكون، وسوبرمان اكيد واحد منهم. ننتقل بعد كده لحاجة تانية. دكتور فيت عنده تحمل غير طبيعي لدرجة انه اترمى عبر ابعاد لا نهائية بواسطة سبيكتر وفضل عايش عادي جدا. وبصراحة هكون معاكم صريح بنسبة 100%، انا نفسي مش فاهم ازاي الموضوع ده ممكن يشتغل ان كان فيزيائيا او رياضيا، ولكن اللي متأكد منه انه انجاز خارق. سبيكتر نفسه قال كده وداعا يا دكتور فيت، هتفضل تتهدد بلا حول ولا قوة عبر لا نهائية الابعاد لحد نهاية الزمن اللي ما تسجلش. وانا متأكد ان مش اي حد يقدر ينجو من التأثير المرعب اللي ده ممكن يعمله على الجسم والعقل. لكن خليني اقول لك الاغرب من كده انه نجا في مكان ما فيهوش اي حاجة حقيقية، والمكان نفسه عبارة عن فراغ مطلق لا يحتوي على اي مفهوم للواقع. ولو ده بالنسبة لك غريب فأيوة عندك حق، السحر دايما بيتعاملوا مع حاجات أغرب من الخيال، ودي كانت واحدة من اللحظات اللي الدكتور فيت أثبت فيها إنه مش شخصية عادية خالص. الموضوع بقى أغرب وأغرب لدرجة إن المكان اللي كان فيه دكتور فيت كان مكان غريب جدا، فيه أشكال حية أشبه بالثعابين بتظهر من العدم وتقدر تضغط عليك بقوة لدرجة إنك حتى مش هتقدر تتنفس. المكان ده مفيهوش أي قوانين بشرية، مفيهوش أي قوانين فيزيائية، مفيهوش أي مفهوم للحقيقة أساسا. فكر في ده شوية، مكان مفيهوش أي حاجة لكن ممكن يحصل فيه أي حاجة، القوانين مش موجودة، المنطق مش موجود، ومع ذلك دكتور فيت مش بس نجا لكنه قدر يهرب كمان. ومش بس كده، الراجل ده عنده تحكم مطلق في المادة لدرجة انه قدر يعيد تجميع الحاجات اللي بيعملها جرين لانترن بطاقة ارادته. يعني لما ألان سكوت فقد احد التكوينات بتاعته، دكتور فيت قال لي بكل بساطة عن طريق اعادة تجميع ذراته اقدر ارجعه لشكله الاصلي. بمعنى تاني هو متصل بالقوة السحرية بشكل يخليه قادر حرفيا على اعادة تكوين ارادة شخص تاني. مش عاوز ادخل في تفاصيل زيادة، بس بقدرة التحكم في المادة دي هو يقدر يعيد بناء اي حاجة مادية او حتى يحللها تماما. اما عن قدراته الذهنية فهو عنده قدرات عقلية من اقوى الحاجات في عالم الكوميكس كله، لدرجة انه مش محتاج مثلا جهاز زي بروفيسور اكس علشان خاطر يلاقي شخص على بعد قارات. مثال على كده، قدر يلاقي وعي بروس وين وهو في عالم تاني بالكامل لوحده من غير اي مساعدة، وطبعا نجا للجزء اللي محدش ممكن يصدقه. دكتور فيت يقدر يحرك الكواكب بعقله، ايوه سمعت صح، يقدر يحرك كوكب كامل بعقله، زي لما حرك كوكب بالكامل وحطه جوه الشمس. وما تقلقش كان عنده سبب وجيه يعمل كده. ومش بس كده، ده كمان يقدر ينقل فرقة الجاستس ليج بالكامل لعالم
مختلف تماما بلمح البصر، واللي بقى يتخطى حدود العقل هو ان خوذة فيت نفسها سبق وهربت من الانفجار العظيم. مش هقدر اقول لك السرعة القصوى اللي ممكن تكون تحركت بيها، لكن اللي اعرفه ان ده انجاز مستحيل نظريا. وخلينا نكمل كلام عن الخوذة لوحدها. خوذة دكتور فيت جواها كون كامل، ايوه حرفيا جواها عالم كامل، وده مش كلامي، ده سبيكتر بنفسه اللي قال كده. يعني احنا هنا بنتكلم عن حاجة زي افلام من ان بلاك، لان عقلنا كبشر حتى مش قادر يستوعب ازاي خوذة صغيرة ممكن تحتوي كون كامل جواها. يعني نقدر نقول ان دكتور فيت كون في حد ذاته، ممكن نوعا ما لكن غالبا لا. بس الموضوع مش بيضاف لحد هنا، التميمه بتاعت انوبيس بتاعته فيها كون جواها هي كمان. فممكن حد يسال طب ماشي، فكره انك يكون عندك كون جوه خوذتك او التميمه بتاعتك حاجه جامده، بس ازاي ده بيخليه قوي؟ والاجابه هنا بسيطه، اي شخص يقدر يحط كون كامل جوه خوذه او مثلا سلسله هو شخص ما ينفعش تفكر تهزر معاه اصلا. وعلشان كده نفهم قوته اكتر، خلينا نتكلم عن لوردز اوف اوردر. دول كائنات سحريه عاليه بتمثل النظام في عالم دي سي. ولما دكتور فيت واجه سبيكتر اللي هو حرفيا تجسيد غضب من الملوك في عالم دي سي، سبيكتر قال له بكل برود انا دمرت كل اسياد النظام والفوضى، انت اخر حارس باقي من العصر التاسع للسحر. ولكن هنا دكتور فيت بيرد عليه بكل هيبه وبيقول له ما تقلقش انا كده كده اقوى واحد فيهم. قوي لدرجه انه قدر يصمد قدام سبيكتر اللي كان مزود بكل السحر في المالتيفيرس. وفي النهايه دكتور فيت اختار يخسر المعركه بنفسه، مش عشان خاطر ضعف، ولكن لانه فهم ان لو ما ماتش العصر الحالي للسحر هيفضل مستمر، والفوضى اللي بدأها سبيكتر هتكبر اكتر وتدمر كل حاجه. فقرر في النهايه يضحي بنفسه علشان خاطر ينقذ الكون. وطبعا هنا بما اننا في قصص الكوميكس مفيش حاجه اسمها موت نهائي، فدكتور فيت رجع للحياه. بس استنى، القصه لسه ما خلصتش. مره من المرات سبيكتر لعن هال جوردن وحوله لزجاج ملون، وبعدين كسره ورماه على الارض، وفجاه الزجاج المتكسر بدا يطفو في الهواء ويتجمع تاني، وهال جوردن رجع للحياه. لما هال قام سأل انا مدين لمين بالفضل، فجأة دكتور فيت ظهر من جاستس سوسايتي اوف امريكا وقال بكل بساطة الخوذة بتاعتي همست بتعويذة صغيرة من كتاب الحكمة ووقفت لعنة سبيكتر قبل ما روحك تتحطم نهائيا. يعني الراجل ده فعليا ملك، واللي بيفسر اخر موقف مجنون ليه. دكتور فيت قدر يوصل لعيون الخلق نفسها علشان خاطر يدمر السفينة من الشر المطلق، وقال جملته الاسطورية لازم اوصل لعيون الخلق نفسها واركز طاقتي من خلالي. فالراجل ده حرفيا فوق مستوى الفهم البشري. الكوميكس بعدها بيقول الهزات وصلت لابعد اركان ايرث 1 وايرث 2 بسبب اللي عمله. يعني الساحر المشعوذ الملك سميه زي ما تحب قدر يوصل لعيون الخلق نفسها علشان خاطر يدمر الشر لا يمكن وصفه، نقدر نقول عليه جنون رسمي. فانا قلت لكم من البدايه الراجل ده حرفيا وحش من دي سي. وطبعا في مواقف كتير تانية لقوته ما جبناش سيرتها حتى، ولكن الامثله اللي قلناها كفايه علشان خاطر تفهموا قد ايه دكتور فيت قوي في عالم دي سي، عمر ما ينفع نستخف بيه. طيب هنا بقى بالنسبه للقدرات بتاعت دكتور فيت بالخوذه بتاعته، عنده قوه سحريه لا نهائيه، اخر كده يقدر يلقي تعويذ بمستوى كوني زي نقل الكواكب، السيطره على الوقت والسفر بين الاكوان. يقدر كمان يطير بدون اي مجهود بسرعات خارقه، يقدر يوجه ضربات قويه من كائنات كونيه زي سبيكتر، يقدر يغير قوانين الفيزياء او يصنع بيئات كامله من العدم. نادر جدا ان السحر حد يقدر ياثر عليه. يقدر يشوف الاحداث قبل ما تحصل ويتواصل مع كائنات اخرى في ابعاد مختلفه. عنده تواصل ذهني عالمي، وبيقدر يتكلم مع ناس من اكوان تانية من غير ما يتحرك. بيقدر كمان ان هو يتلاعب بالماده والسفر بين المالتيفيرس والتجديد واحياء الذات. اما بالنسبه للقدرات بتاعته بدون الخوذه نقدر نقول عليه كشخص عادي ساحر قوي، ذكاء عبقري، خبره قتاليه، عمر طويل جدا، قدره محدوده على التخاطر والتواصل الروحي. فالخلاصه هنا بالخوذه بتاعت نابو نقدر نقول ان هو ملك سحر كوني يقدر يوقف سبيكتر نفسه. من غيرها لسه قوي جدا لكنه اشبه بساحر خبير بدل ما يكون قوه كونيه. فدكتور فيت اسطوره في عالم دي سي، وهو فعلا واحد من اقوى الشخصيات السحريه على الاطلاق.